السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناتي ديليسلندا. اليوم جيتكم بوصفة الملوخية الجزائرية، يعني معروف بها الشرق الجزائري، وكل بلد وعنده طريقته في تحضير الملوخية. اليوم رايح نشوفوا الطريقة الجزائرية. وش رايح نحتاج في الوصفة تاع اليوم؟ نحتاج حبة طماطم قصيتها بهذا الشكل. هنا عندي اللحم البقري. انا خيرت ندي هادو القطع من اللحم البقري، كان يحب يدير لحم الخروف، كان يحب يدير الكرشه. انا خيرت اللحم البقري. عندي كميه قليله من الملوخيه ما يقارب ب20 غرام، وتبقى على حسب افراد العائله. عندي 4 فصوص توم رحيتهم. عندي حبه بصل قصيتها بهذا الشكل. رايحه نستعمل الزيت، كما الملوخيه الجزائريه عفوا تحتاج الكثير من الزيت، يعني رايحه نستعملوا فيها الزيت بكثره. نروحوا للتوابل. عندي الفلفل الأسود، عندي بهارات اللحم، وعندي توابل المختصة بالملوخية اللي هي القزبر، اللي كان يقولوا لها القزبر يعني معروف، ومعاه الكروية. ما كترتش في البهارات لأني عندي كمية قليلة. وعندي الملح طبعا. نروح نشوفوا كيفية التحضير. هنا كما شفتوا خلطت المكونات تاعي مع بعضهم، رحت زدت لهم القليل من الماء، ورايحه نحطهم فوق النار حتى اللحم تاعنا ياخد لون، يعني يتبدل اللون تاعو، مش يطيب لكن يتبدل اللون تاعو فقط، ونرجع لكم فيما بعد. هنا في الوقت اللي المكونات تاعي حطيتهم فوق النار، ورحت جبت الملوخيه وجبت الزيت، ورايحة نبدأ نضيف في الزيت بالعقل حتى نتحصل على ملوخية سائلة، يعني يعود عنا خليط سائل. الملوخية تاعنا ما تبقاش كيما هكا، تولي عنا ملوخية سائلة. رايحة نضيف بالعقل الزيت. هنا شوفوا الخليط اللي تحصلت عليه، ملوخية سائلة بهذا الشكل. ونحاول اني نحلها مليح باه ما تبقاش فيها حبيبات صغار، يعني نحلها مليح بالملعقة والزيت. رايحة نزيد كما شفت القوام تاعها مازال ماهيشها سائلة سائلة، زدت لها القليل من الزيت، ورايحة نبقى نحركها حتى نتحصل على هذا القوام، ما تكونش فيها حبيبات. الآن نروح نشوفوا اللحم تاعي صاي، يعني دا لون تغير في اللون تاعو. نروح نحط الملوخية تاعي مع اللحم والبصل، ورايحة حضرت ماء سخون. يعني الملوخية الجزائرية ما نحطولهاش الماء بارد، نحطولها الماء سخون، يعني ماء دافي. نجم نقولوا ماء دافي. نحط الماء دافي، لكن الملاحظة اللي عندي انه الماء في الملوخية الجزائرية نستعملوه مرة واحدة فقط، ما نحطش الماء للمرة الثانية، نحط مرة واحدة فقط الماء. الماء رايحة نحطه لأعلى الوعاء، يعني نحط الكمية تاعي حتى نوصل الفوق في الوعاء، حتى نوصل لليدين تاع الوعاء بهذا الشكل. ورايحة نخلي الملوخية تاعي طيب، كل 10 دقائق نروح نحركها. لماذا؟ لأنه الملوخية تاعي مع الماء رايحة الملوخية تهود لتحت والماء يطلع لفوق، ورايحة تلصقنا في الوعاء. دونك كل 10 دقائق نروح نحركها. والملوخية الجزائرية طيب من ساعتين فما فوق، على نار هادئة جدا. يعني أقل من ساعتين الملوخية تاعي ما طبتش، من ساعتين فما فوق على نار هادئة، ورايحة نخليها كل 10 دقائق نحركها. هنا حاولت نعملكم تصوير مقرب باه تشوفوا يعني الصورة تكون واضحة. شوفوا كي نقصت الملوخية تاعي، نقص الحجم تاعها، نشف هذاك الماء اللي كان فيها بهذا الشكل. وبالرغم من ذلك يعني الملوخية تاعي مازال ما طبتش. هنا راهي عندها ساعة ونصف طياب، مازال ما طبتش. رايحة نحط لها قرن حار،
ورايحة نزيد نخليها الطيب. أنا هنا الكمية تاعي دات لي ساعة ونصف باه نقص في المتاحة لأنها كمية قليلة، يعني كي تعود كمية أكتر راح تزيد تدي وقت أكتر. هنا نشوفوا بلي الملوخية تاعنا طابت. كيفاه عرفناها بلي طابت؟ الملوخية تبدا تسيب الزيت كما قاعدين نشوفوا. شوفوا كي سيبت الزيت تاعها من الفوق، هنا الملوخية تاعي طابت ونطفي عليها النار. هذا الشكل النهائي تاع الوصفة تاعي تاع اليوم، الملوخية على الطريقة الجزائرية. نتمنى انها تنال اعجابكم. عجبتكم ما تنسونيش في ابوني وفي جيم فضلا منكم وليس امرا، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفة اخرى باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.